مساء الورد. اليوم طبقنا اسمه مدفون الدجاج أو كبسة مدفون الدجاج. رح نحكي لكم عن المكونات. أول شي بيلزمنا دجاجة تكون كاملة، مقطوعة من الظهر أو من قدام اللي بريحكم، المهم تكون مفتوحة بهالشكل كاملة. بيلزمنا فلفل حلو، بصل، بطاطا، تومة، فلفل حار، شوية زيت مازولا، أرز، ملح، بهارات مشكلة، فلفل أسود، رشة هيل، رشة كزبرة، رشة فلفل مجروش حسب الرغبة، هي كركم، هي بهارات دجاج حسب الرغبة بس بفضلها لذيذة يعني بتكون. هاي بهارات صحيحة رح نستخدمها لسلق الرز. هذا مكعب ماجي من اللي عملته، أكيد بتتذكروا أنا ما بستخدم الجاهز أبدا. في بنات بعثوا لي على الخاص انه يا ريت تحكي لنا ايش المكونات طبختك عشان احضرها معاكي ونبلش نطبق بالوصفة معاكي. البنات اللي حابين يطبقوا معي ان شاء الله 10 دقايق وراح ابلش. اللي حابة تحضر اغراضها تحضر. هاي الاشياء اللي لازم قلت لكم اياها. اول شي رح نعمله، رح نحط الدجاجة بصحن كبير، رح نحط عليها كل البهارات اللي عندنا. هيك تبلناها وفركناها كتير منيح. هذا المكعب الماجي اللي عملناه قبل هالمرة برضو بنحاول ندهنه منيح كتير منيح نوزعه. هي هيك فركت الدجاج كتير 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 منيح، فركتها من جوا ومن برا اكيد كاملة. حاولوا البسوا جلافز لانه في كركم. قطعنا البصل حلقات زي البطاطس، الفلفل الحلو. هلا بنحط كمان الثوم نقطعه كمان هيك شرايح صغيرة. بنحط الفلفل الحار زي ما قلت لكم، هذا حسب الرغبة يعني اذا انتم بتحبوا الاكل حار او لا، مش شرط. طبعا يفضل استخدام طنجرة الضغط بهالوصفة. اذا ما بتحبي تستخدميها او ما عندك عادي بامكانك تستخدمي طنجرة عادية. زي ما قلت لكم انا بفضل طنجرة الضغط، اسهل واسرع واضمن، بتعطيك نتائج افضل. هلا بنحط على هالمكونات معلقتين زيت كبار، زيت مازولا، وبنحط دجاجتنا بهالشكل هذا، بنرتبها منيح، ونحط دجاجتنا فوق الخضرة بهالشكل. اكيد واضحة الفكرة كيف. هلا بنضغطها على نار هادية كتير كتير ساعة الا ربع، بدون مي بدون اي اضافات، لانه اكيد هلا الخضار والدجاج راح تنزل ميتها. بس اهم شي تكون النار هادية، يعني هاي نقطة كتير مهمة وتذكروها، لازم تكون النار هادية عشان تستوي الدجاجة براحتها. راح اعمل كشنة او حمسة راح احطها على وش الرز. هالشي مو اساسي ولا ضروري، اختياري، انا ضفته من عندي يعني. راح نحتاج بصل مقطع هيك، زبيب، حمص صغير مفلوق، بهارات نفس اللي حطيناهم على الدجاجة، نفس التركيبة يعني، ولا رشة زعفران كمان منقوعين بمي ساخنة. اول شي نحمس البصل، طنجرة ما فيها زيت ولا اي شي، بس البصل لحاله. هلا لما يصير اللون هيك بني تقريبا شوي، بنحط عليه معلقتين كبار زيت مازولا ونحركهم كتير منيح. بعدها حطينا الزبيب والبهارات اللي عنا ورشة ملح ونحرك. هلا بنحط الحمص المسلوق، هذا حمص خاص للكشنات، هلا بصور لكم اياه تشوفوا كيف شكله بيكون. هاي الشكل النهائي من الكشنة تبعتنا، خلاص بنطفيها ونتركها على جنب. هاي شكله الحمص الصغير المفروق اللي استخدمته بالكشنة تبعتي. هاي دجاجتنا بس فتحنا عليها الطنجرة ما شاء الله مستوية تماما، وحتى عليها مي شوفوا لانه نزلت مي يعني، شوف رغم انه ما حطينا عليها مي. هنا رح نسلق الرز بالمطيبات اللي عملناها، رح نحط مي كتير مو مي قليل عشان رح نصفيه يعني بالنهاية. نحن هون الرز ما نقعناه، بس غسيل وسلقته وما بدي اياه يستوي استواء كامل، 3/4 استواء بطفي. وهي صفيته بالمصفاية. هلا بدي احط الرز هذا فوق دجاجتنا ونرجع نضغطها كمان 5 دقايق. هلا بنحط الزعفران فوقهم بنوزعهم، بنحط
كمان كشنتنا هاي اللي عملناها هيك على الوش بنوزعها. زي ما قلت لكم هذا اشي اختياري مش بالوصفة، بس انا حبيت اضيف هالشي. هيك جاهزة عنا وتمام. هلا بسكر الطنجرة عليها، بضغطها كمان 5 دقايق بس على نار واطية كمان وبطفيها. اول هي فتحنا الطنجرة، شوفوا ما شاء الله كيف الرز شكله نتري وتنشف بجنن. اخذت الكشنة على جنب، هي هون. هي وصفتنا لليوم صارت جاهزة. كتير طيبة وكتير اشي مميز، بنصحكم تجربوها. تنفع للعزايم، تنفع برمضان. طبعا هم سموها مدفونة، مدفونة دجاج، لأنه الدجاجة بتكون جوات الرز